ايه يا جماعه الماتش الغريب قوي اللي حصل امبارح ده؟ ما تعرفش؟ تعالى. ايه يا صلاح، كفايه بقى يعني، كسرت كل الارقام القياسيه، هتكسر ايه تاني؟ قبل ما نبدا ما تنسوش تدعموني باللايك المتين، ويلا بينا بدون رغي كتير على الفيديو. صلاح راح، صلاح جه، صلاح مجنن جمهوره بارقامه القياسيه، ومجنن الاعلام، ومجنني انا شخصيا. النهارده احنا جايين نتكلم على الماتش المجنون بتاع امبارح بتاريخ 24/2، واللي هو ماتش مانشستر سيتي وليفربول، وهنركز على محمد صلاح والجون المجنون اللي جابه في مانشستر. البدايه كده هقول لك ان مانشستر سيتي في ملعبه صعب يخسر، او على الاقل يجيب جون او جونين، بس اللي حصل امبارح غير متوقع خالص. تعالوا نتكلم في السريع عن احدث انجازات صلاح في الموسم الحالي، اللي هو بالمناسبه يعتبر كده في نص الموسم. محمد صلاح وروقانه. صلاح بكل فخر هو الهداف الدوري الانجليزي الممتاز، بمعنى ان محمد صلاح اكتر لاعب سجل اهداف في انجلترا، اقوى دوري في العالم، وطبعا مركز اول ب 25 هدف. مش بس كده، كمان المركز الاول في عمل اسيستات رايقه ب 16 اسيست، واجمالي في المساهمات، اجمالي المساهمات التهديفيه 42. الارقام القياسيه دي ما عملهاش كده مره واحده، لا كررها في كذا موسم. وكمان محمد صلاح اول لاعب يسجل هدف ويعمل اسيست مع نفس الفرقه مرتين ورا بعض، يعني الذهاب والعوده. نيجي بقى على انجازاته الاسطوريه، واللي هو اسرع لاعب يسجل 150 هدف في الموسم. حرفيا يا جماعه، كل ماتش عادي جدا ممكن تلاقي محمد صلاح جايب جونين او ثلاثه، فده طبيعي مع استمرار الاداء الاسطوري يحقق الانجازات دي. ومش بس كده، صلاح افضل ثالث هداف في تاريخ ليفربول، انت فاهم يعني ايه، وعدد اهدافه 241 جول. نيجي بقى على ماتش امبارح، بعد ما عرفت كويس احنا بنتكلم على مين. 23/2/2025 في اول ربع ساعه في الدقيقه 14 تم عمل اسيست من دومينيك زوبيسيزلاي لمحمد صلاح، وتم تسجيل الجول الجامد والرايق بواسطه محمد صلاح. بعدها في نفس الشوط في الدقيقه 37 محمد صلاح ما سكتش وقال: يا اخويا دومينيك، زي ما انت ساعدتني ووقفت في ظهري للاخر، ورد الجميل واجب، صح ولا انا غلطان؟ ليك احلى جول عندي. اسيست مباشره من محمد صلاح لدومينيك، والجول الثاني لليفربول، وتم طحن مانشستر سيتي في ملعبها بواسطه ليفربول. واكيد محمد صلاح كان افضل لاعب في الماتش ده. وبس كده خلص فيديو النهارده. ما تنساش اللايك الرايق والاشتراك، واراكم الفيديو القادم. سلام.